فيلم السوق السوداء من إخراج كامل التلمساني اتعرض سنة 1945. بيحكي عن الإسكندرية في الحرب العالمية التانية وإزاي السوق السوداء بتأثر على الناس. الفيلم بيحكي عن الحرب اللي بتغلي الأسعار، وأبو محمود وأبو ناجية بيخزن البضاعة مع سيد البقال وبيبيعوها بأسعار مرتفعة، وحامد بيحاول يقاوم السوق السوداء، بس أبو محمود بيتغير بسبب الفلوس وبيتجوز واحدة تانية ويسيب ناجية. سيد البقال بيحاول يخطب ناجية بدل حامد، وحامد وهاشم الحلاق بيكشفوا عن مخزن البضاعة ويبلغوا البوليس. وفي الخناقة حامد بيقتل سيد البقال وأبو محمود بيتم القبض عليه. حامد وناجية بيبدأوا حياة جديدة. الفيلم بيظهر الطمع والجشع في الأزمات، وبيبرز قيم الشرف والمقاومة ضد الظلم. تعالوا نشوف شخصيات الفيلم. حامد طيب وطموح بيحب ناجية، بيقاوم السوق السوداء عشان العدالة وحماية ناجية، بيصر على خطبتها رغم الصعوبات. هاشم الحلاق كوميدي وشعبي، بيعمل حلاق معروف بالضحك والحنكة. صديق حامد شارك في مواجهة التجار. أبو العلا محشش وغامض، بيعيش في الحارة، بيضيف كوميديا ومعلومات للقصة. أبو محمود والد ناجية بيتاجر في السوق السوداء، بيحاول يضمن مستقبل بنته بس بيتورط في صراع بين حب ابنته والطمع. وسيد البقال تاجر جشع، بيستغل الظروف عشان يزيد فلوسه، بيحاول يخطب ناجية مصدر الصراع مع حامد. حسن العبيط شاب ساذج، بيضيف ضحك للقصة وجزء من الفوضى في الحارة. سعاد زوجة أبو محمود متضايقة من تجارة زوجها، بتخشى على بنتها. والعروسة شخصية جماعية بتشارك في الاحتفالات، بتضيف للجو الشعبي. كل ده بيعزز صور المجتمع المصري في الحرب بين الحب والكفاح ضد الصعوبات الاقتصادية. تعالوا نشوف قصة. العيال الصغيرين بيلعبوا في الحارة في فترة الأربعينات، والست متضايقة منهم. ناجية بتخرج والست بتاعتها بتضحك مع الأطفال. بعدين ناجية بتتكلم مع حسن العبيط وتطلع فوق عند حامد اللي بتحبه وهو يحبها. حامد بيقول لناجية إنه هيتقدم لأبوها الصبح على طول. بعدين ناجية تنزل عنده، نشوف سي حامد بينزل يحلق عند الأسطى هاشم الحلاق، وهو يحكي له إن حلم بتعبان كبير شفط النيل. بعد كده بيحكوا عن الحرب اللي لو رجعت تاني الأسعار هتغلى، كل حاجة هتغلى أكتر من الأول، والمستفيد الوحيد هم التجار اللي هيغلوا كل حاجة ويحتكروها. بعدين بنشوف حامد بيقرأ الفاتحة مع أبو محمود على ناجية بنت، وهاشم الحلاق هو اللي راح مع حامد. بعدين ينادوا على العروسة عشان يلبسوها الدبلة، بس العروسة بتتكسف وتخرج ويلبسوها الدبلة على الباب. ونسمع بيان الراديو ان في اندلاع حالة الحرب بين المانيا ضد انجلترا وامريكا. بعدين نشوف سيد البقال بيقترح لابو محمود فلوس عشان يشتري بضاعة ويخزنها، وهيكسب اضعاف اضعاف. وسايب بيضمن له المكسب ويقترح عليه انه يشتري سمك ويخزنه. بعد اقترح على مراته نبوية وأم محمود إنه ياخد منها صيغة الذهب بتاعتها عشان يشتري بضاعة ويتاجر فيها، وإن التجارة تشتغل والبضاعة بتتخزن في السوق. بعدين بنشوف حامد بيطلع على السطح وبيغني لناجية، وتعترض على اقتراح حامد انها هتسمي ابنها بندق. بعدين بيعترض لها انه يجيب لها كل حاجة بتحتاجها، وانهم هيعيشوا مع بعض طول عمرهم، وان محدش هيتجوزها غيره. بعد كده بنشوف هاشم الحلاق بيشوف البضاعة اللي مخزنها أبو محمود وبيعترض عليها وإنه مش عاوز يطلعها وبيغلي الأسعار على مزاجه. وبعدين السوق يشتغل، ونشوف حامد بيتكلم عن احتكار التجار للبضاعة وإن الأسعار زادت أضعاف مضاعفة عن الأول. ويدخل عليه أبو محمود اللي هو أبو ناجية خطيبته ويقول له لازم نصبر شوية عشان الأسعار غليت عن الأول وكل حاجة في ارتفاع. بعدين نشوف الموظفين بيلفوا على المحلات، وبنشوف نشرة الراديو والأسعار اللي بيحددها وان محدش يخرج عن التسعير. وبنشوف التجار اللي بيرشوا مفتش التموين والمكاسب اللي نازلة عليهم بزيادة. سيد البقال بيختلس الفلوس من ابو محمود وبيقول له انهم بيكسبوا بالنص وباقي الفلوس بيحطها في جيبه. بعد كده بنشوف المفتشين بيلفوا على المحلات، وبنشوف نشرة الراديو والأسعار اللي بيحددها وإن محدش يخرج عن التسعير. التجار بيرشوا مفتش التموين والمكاسب اللي نازل عليهم زيادة. سيد البقال بيختلس الفلوس من أبو محمود وبيقول له إنهم بيكسبوا بالنص وباقي الفلوس بيحطها في جيبه. واحد بيغلي الأسعار على مزاجه، والغلاء بيعم جميع أنحاء المدينة. بعدين نشوف هاشم الحلاق بيحلق لأبو محمود وبيفكره إنه زقه بس مش زعلان منه. وبعدين ابو محمود يدي اجرة هاشم الحلاق جنيه ويتفاجئ بالمبلغ الكبير ده.
بعد كده ناجية وامها منتظرين ابو محمود لحد الفجر، وانه ازاي ما جاش لحد دلوقتي. بس مرة واحدة يتفاجئوا انه جاي سهران في وش الفجر على عربية مع فتيات الشارع وكمان زوجته الجديدة. بعدين يطلعوا ويسندوه ويدخلوه البيت وهو سكران. مراته بتفكره وبتترجاه انه يرجع الصيغة لبنته اللي اخدها منها، ويقول لها انه هيجيب لها احسن جهاز في مصر. وبعدين سي حامد بيتكلم مع ناجي عن التجار الجشعين اللي بيتاجروا في السوق السوداء وبيخزنوا البضاعة. بعد كده بيعرض عليه ابو محمود انه يشتغل معاه ويمسك له شغله، بس حامد بيرفض. وبعدين سيد البقال بيفكروا بسونيا اللي كانت معاهم ويقترح عليه انه يتجوزها. وبعدين يرجع في نص الليل تاني سكران مع سونيا اللي اتجوزها ويقول لها وكل حاجة تحت ايدي. بعدين نشوف سيد البقال والعقار اللي بناه 24 شقة، الثراء الفاحش اللي بقى فيه. وبعدين يحاول يتحرش بحسن العبيط ويزعل. بعد كده بنشوف حامد بيتفق مع الناس وبينصحهم انهم ما يشتروش حاجة من التجار الجشعين اللي بيخزنوا البضاعة، ويبلغوا عنهم ويديلهم رقم البوليس. وفجأة بيسمعوا ان سيد البقال وابو محمود فركشوا خطوبة ناجية. بعدين بتقعد معاها مرات ابوها وتعلمها شرب الخمرة، بس هي ما تشربش، وتقترح عليها انها تتجوز واحد غني زي سيد البقال، وانها ما ترجعش لحامد تاني عشان فقير. بعدين نشوف حامد بيقوم بمهمته وينصح الناس انهم يبلغوا عن التجار الجشعين والمحتكرين للبضاعة عشان يقضوا على السوق السوداء. بعد كده حامد يبلغ مباحث التموين ويلحقوا سيد البقال ويتخانق معاه، بس تيجي المباحث بعد ما نقلوا البضاعة وما يلاقوش حاجة. بعدين ابو محمود بيتضايق من حامد اكتر ويعزمه على كتب كتاب بنته على سيد البقال. ناجية زعلانة ومتضايقة ومش موافقة على جوازها لسيد البقال. ونشوف الغوازي اللي بترقص في كتب الكتاب بتاعهم، والمأذون بيكلم ناجية وبيقول لها بتوكلي مين وهي مش بترد. بعدين يجي ابوها يضربها بالقلم قدام الناس. بعد كده بنسمع النشيد الملكي الوطني في الشوارع بعد ما ألمانيا وصلت على أطراف اسكندرية، وفي ناس ماتوا هناك وفي ناس هجرت من اسكندرية للريف المصري والقاهرة، وإنهم رحبوا بيهم قوي وفتحوا بيوتهم. بعدين ناجية بتفتح الشباك وبتغني لحامد حبيبها وتطلع له فوق. بعدين نشوف حسن العبيد بيغني في الحارة، وعلى فجأة جرس الإنذار يضرب والكل يخاف ويجري. ناجية وحامد فوق على السطح ويعرفها إن الحرامية لازما يخلصوا منهم زي سيد البقال وابوها، بس هي تزعل وتمشي. بعد كده نشوف حسن العبيد فرحان بنعيمة ويبلغ سي حامد انه هيتجوزها ويستلف منه هدوم جديدة يوم الفرح. وناجية بتغني لهم في الفرح بتاعه عند العروسة والرجالة بيغنوا والكل فرحانين بيه وبيخلص الفرح. بعدين حامد يلاحظ التجارة في السوق السوداء وحسن يبلغ البوليس والبقال يضربه ويضرب الطفلة اللي معاه بالقلم والشوكولاتة بتقع منها على الارض. بعدين نشوف حامد وهاشم الحلاق بيراقب تجار السوق السوداء عشان يعرفوا المخزن بتاعهم فين ويعرفوه يهاجموا المكان بمساعدة البوليس، وبيحصل من تحت قبضة سيد البقال بعد ما ضربه وكان هيموته. بعد كده بتدور خناقة بين حامد ورجالته والبوليس وسيد ورجالته. كانت معركة طويلة جدا. حامد يخنق سيد البقال ويموته، والبوليس يقبض على رجالته، يقبض على ابو محمود نسيبه ويمشي بعد ما البوليس قبض عليه. ناجية وامها بيزعلوا لحد ما دخل حامد ويدي ناجية المنديل لزوم الزواج ويخلص الفيلم على كده.